دقيقة أبرز أخبار الكرة العالمية. الصحفي أنطون ميان أكد أن النادي لا ينوي التعاقد مع أي لاعب وسط حاليا باستثناء حالة واحدة، وهي توفو الرودري الذي ترى فيه الإدارة استثمارا يستحق 100 مليون يورو. أما الصحفي روبن مارتن فرأى أن بقاء رودريغو في مدريد سيكون مكسبا لصورته أمام الجماهير عوضا عن رحيله في صفقة أقل قيمة. النادي الملكي يدرك حاجته لتعزيز الدفاع والوسط، لكنه لا يريد فرض رحيل أي لاعب، بل ينتظر قرارات اللاعبين مثل داني سيبايوس شرط توفر عروض مناسبة. في السعودية أثار اعتذار الهلال عن المشاركة في السوبر جدلا، خصوصا بعد مشاركة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نفس كأس العالم للأندية واستعدادهما لبدء الموسم مبكرا، ما يطرح تساؤلات حول مبررات الهلال. في معسكر الاتحاد بالبرتغال انضم رايكوفيتش وميتاي لتحضيرات الفريق بقيادة لوران بيلان في إطار بناء توليفة قوية للموسم الجديد. نجم الريال فيدريكو فالفيردي نشر صور عطلة عائلية من تركيا لاقت تفاعلا من زميله أردا جولر. برشلونة أعلن رسميا أن خصمه في كأس خوان جامبر سيكون فريق كومو الإيطالي بقيادة فابريغاس، وسيقام اللقاء يوم 10 أغسطس الساعة 10 مساء بتوقيت مكة. وأخيرا كشفت تيشيرينجيتو أن الرقم 10 في ريال مدريد مرشح له كل من مبابي، أردا جولر ومستانتونو، مع ترجيحات كبيرة لمنحه إلى كيليان إمبابي.